أخي الكريم، ما حدث في الأيام التي مضت في القامشلي حقيقة نحن كمدنيين عزل نعتبرها تصرفات غير مسؤولة وتفتقد لأبسط قواعد الحكمة. حوادث أودت ب100 شخص ضحية ما بين مدنيين ومن الأطراف المتحاربة، يعني بدون أي سبب، ليس هناك سبب وجيه لذلك. ما حدث أعطانا درس أحيي فيه شجاعة والتكافل الاجتماعي الذي أبدوه المواطنين من كل المكونات، من كرد وعرب ومسيحيين وسريان وأشوريين وأيزيديين، تكافل فيما بينهم. سمعنا كثير من القصص: شاب كردي ينقذ أطفال مسيحيين، رجل عربي يحوي أطفال أكراد في بيته خوفا من القصف، شاب مسيحي. كان هناك تعاون كبير بين الأهالي كمدنيين. إذن لغة السلاح كانت مرفوضة من كل الأطراف المدنية. ما حدث في الأيام الماضية هو دمار لمستقبل القامشلي التي كانت تعيش في وضع آمن في ال5 سنوات التي مضت. الآن اقتنعت الناس جميعا، وأنا لا أسمي المكونات فالكل مواطنين متساوين، أنه مستقبل القامشلي أصبح فوق رمال متحركة وفوق صفيح ساخن. حدثت كثيرا، سمعنا أشياء يقولون حررنا الفرن. أنا أستغرب، فرن مثله مثل المدرسة، مثله مثل المستشفيات، هو محيد عن مسألة العمليات. هم ضروا الناس المواطنين. الآن أزمة خبز في البلد، أو هناك تدافش وتزاحم ومن أجل الحصول على رغيف. لا أستطيع، أريد تفسير واحد. حتى في شروط الهدنة نحن سمعناها من طرف واحد، لم نسمع الطرف الآخر. ولكن من ضمن الشروط هم من وافق على هذه الشروط أو وضع هذه الشروط هو إقرار بشرعية وقانونية الدولة. فطالما أنت تطالب الدولة بالتراجع عن القرارات الإدارية وإعادة الرواتب، هذا يعني أنك لا تستطيع أن تدفع رواتب لعشرات الأشخاص والمئات. إذا فكيف تستطيع أن تدفع رواتب ل100,000 إنسان؟ إذا أنت المفروض ما كان يهم قرارات الدولة، على أساس أن الدولة دولة منتهية وذاهبة. ثانيا، كانوا يقولون كثيرا أنه نحن نستطيع أن نأخذ المربع الأمني بساعة زمان، ولكن المربع الأمني صمد أكثر من 72 ساعة. كانوا يقولون أنه قواتنا سوف تستطيع أن تذهب إلى درعا والسويدة عبورا من دمشق. طب أنت مربع أمني في دفاعاته الأولية لم تستطع اختراقها. إذا حرام يا أخي. القامشلي لا تستاهل كمدينة، لا تستاهل أن يحدث فيها كذلك. ولماذا الآن؟ يعني لماذا لم تكن في بداية الأزمة، في بداية الثورة؟ لماذا لم تتصرف وتنهي الموضوع بعد أن استقرت الناس وبدأت تعمل وبدأت تبني وبدأت تطور؟ تأتي أنت أخي، فرض أنت طالما أنت تدير الأمور، أنت فورا تيجي تطوق البلد والله وتشهر سلاحك وأنا 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 أمن أمن أمن. الطرف الثاني كمان راح يقول لك أمجي أمن. يعني هذا ما حدث حقيقي، ما حدث اختراق أصلا في العرف الدولي، هو اختراق واضح وصريح للقرار الأممي اللي طلب بوقف الهدنة بين الأطراف المتحاربة. هاي المسألة هي نقطة هايد رايك يسموها، نقطة ضدهم، وسوف تستغلها النظام وتستغلها الدولة في المفاوضات القادمة دوليا. إنهم خرقوا الهدنة التي يطالب فيها